نكمل بقى الجزء الثاني من فيلا القرنفل. شايفين احنا في دلوقتي شرحنا قبل كده الجزء الاولاني للدور الارضي بالكامل، كان في حاجات جميله جدا. لو ما شفتوش الفيديو بتاعه انزلوا شوفوا الفيديو تحت هتلاقوه، ممكن بعد الفيديو ده او قبله بشويه يعني. هنا السلم طبعا زي ما انتم شايفين الرخام، احنا زي ما احنا قلنا في الفيديو قبل كده ان اللي احنا استلمنا الفيلا متشطبه، فما حبيناش ان احنا نكسر السلم ونعمل سلم جديد كده كده لسه يعني. هو السلم ده احنا مستلمينه على كده، فخلصنا كل حاجه يعتبر الا الوش الدهان الاخير. هندخل بالجلايه ونظبط كل التفاصيل دي وبعد كده ننهي الوش الاخير. ده الاسانسير احنا اشتغلنا عليه تمام. عملنا في حطه تحت وفي حطه هنا وفي حطه فوق، 3 حطات، حاجه محترمه جدا جدا. وطبعا مش هيفتح عشان الكابينه تحت. فعملنا برده هنا كافي بار صغير كده يخدم المنطقه دي بالكامل. لان انا عندي هنا 3 غرف. اول غرفه زي ما انتم شايفين الغرفه الاولانيه غرفه البنات. زي ما انتم شايفين برده الباب كان محطوط عليه المتغلف وكل التفاصيل دي بس عشان النظافه. فلسه الرجاله بتنظف، هتقفل كل الكلام ده تمسحه من جديد. وهنا في موزايكو لان لسه هيركب عليها الاتش دي اف الخشب، بس احنا سايبين 2 سم اهو عشان الاتش دي اف يركب عليها. عملنا حاجه خفيفه كده بس، عملنا صبرس كده من الفيوتك ودهناه نفس اللون بتاع الحيطه عشان يدي شكل حلو، وفي نفس الوقت ما يبقاش فيه حاجه شكلها لاذع معانا. وحطينا فيه ليد بروفايل بالشكل ده، وزي ما انتم شايفين الليد بروفايل محطوط عليه تيب برده عشان النقاشه. طبعا الغرفه دي الشاشه هنا، السرير هنا، في 2 كومود هنا، في عندي طبعا مكتبه هنا تسريحه، مكتب وتسريحه في المنطقه دي، وعنده الدولاب في المكان ده، الدولاب كده في المكان ده، سرير قصاد الشاشه تمام. وعندي في هنا التسريحه بتاعتنا والشباك. وعايز اقول لكم كمان في حاجه حلوه احنا عملناها، ان ده كانت بلكونه، يعني دي كانت بلكونه احنا كسرنا الحيطه دي كده في المنطقه دي وعملنا ليه خرسانات، السقف عملناه خرسانات وعملنا اكستنشن للغرفه وسيبنا شباك كبير في الغرفه. يعني كل دي مباني احنا جديده احنا عاملينها، ممكن تشوفوها معانا من واجهه الفيلا دي. كده غرفه معانا من الغرف. برضه اخدكم معانا في الغرفه الثانيه. في غرفه معايا ماستر هنا تمام. غرفه الماستر نفس الكلام، واخدين عتبه امبراطور لايت نفس الوان الابواب، نفس الوان الابواب. عندي حمام في غرفه الماستر زي ما انتم شايفين، حاجه محترمه جدا. الحمد لله احنا بنتميز جدا بشغل الحمامات، حاجه لايقه على بعضها قوي في الالوان والاختيارات. وعايز اقول لكم ان احنا ما قلناش دلوقتي حاليا، ما بنعملش الكلام ده. الحمام ده معمول يمكن من 6 شهور سيراميك، لان احنا وقفنا فتره كده هنا في الشغل. ولكن برضو اذا استخدمنا حاجه زي كده بنحاول احنا نخليها شكلها شيك. برضو عملنا احواض من الرخام ورف من الرخام، وعملنا برضو كل حاجه هنا لونها فضي برضو عشان ما كانش فيه هنا خوارنقات وكان فيه خرسانات، فاحنا حبينا نستخدم رفين كده ستانلس جاهزين، وكل حاجه اتقفلت حتى الرخام هنا اتقفل وكل الشغل. وعايز اقول لكم ان احنا بنابجريد الفيلا مش مستلمينها من جديد. زي ما انتم شايفين الحاجه لما السباكه تركب طبعا الحمامات بتتقفل. هنا بقى في غرفه ماستر، في هنا الشاشه، عندي في هنا كومود. عايز اقول لكم ان ده عمود جبس تمام. احنا عاملين العمودين دول عشان نخلق الشكل ده ونعمل عليه البنوهات، وفي نفس الوقت يكون في ليد هنا، والقصه الكل عارفها يعني. السرير هيخش هنا كده، في تسريحه هنا كده، وعنده الدولاب بعد دخلة الباب بمساحه الحركه هتكون في المنطقه دي. طبعا زي ما انتم شايفين السقف بيوت نور كله مع ليد خفيف، والسبوتات لونها جولد. وعايز اقول لكم كمان المفاتيح والوشوش لونها جولد بس هي متغطيه دلوقتي. عندي برده في الدور هنا الليفنج طبعا لا غنى عنه في كل الادوار. عندنا هنا تجليفه جميله جدا، بس انا مستحرم ان انا اشيل التغليف بتاعها. شلت لكم حته صغيره بس، الحته دي انا اللي شايلها عشان اوريكم ان احنا عندنا هنا لوح بولي لاك ابيض، وعندنا لون خشبي بالليد بروفايل. وعملنا هنا عايز اقول لكم ان احنا رحلنا الارفف دي شويه من دخله الباب عشان ما تضايقش دخله الباب، فخلي بالك من التفاصيل دي وانت داخل كده. الخشب ده بعيد شويه، فانت بالنسبه لك تدخل براحتك. هنا برضو عملنا في ركنه في المنطقه دي، وفي 2 اباليك، وهدهنا كل الحيطه دي كلها بالفيفيد نفس لون الحيطه. طبعا الشبابيك كلها تمام معانا. وفي عندنا هنا بلكونه كبيره جدا برضو. البلكونه دي هتبقى على اللاندسكيب اللي موجود هنا زي ما انتم شايفين. برضو الواجهه دي كلها بالكامل ان شاء الله لسه هنشطبها ونقفلها ونشدها ماده كلها بالكامل، وهنعمل شلال هنا، وهنعمل شويه شغل حلوين قوي في اللاندسكيب. استنونا باذن الله فيهم يعني. طيب نكمل. احنا عندنا هنا ده كده الليفنج بتاعت المكان.
الليفنج بتاعت المكان. فاحنا عندنا هنا اخر غرفه موجوده معانا. طبعا الستانلس ده كله برده كان موجود من قبل كده، احنا بس يا دوب عدلنا في كذا حاجه لان كان واصل كده وشقينا فيه ولحمنا وظبطنا الدنيا دي كلها عشان نفتح باب للاسانسير. في حمام رئيسي هنا برده نتكلم عنه زي ما انتم شايفين. الحمام برده شكله شيك جدا وحاجه ممتازه زي ما انتم شايفين. خلقنا برده الاحواض من الرخام نفس درجه البورسلين عشان الشكل يبقى حلو، في نفس الوقت كل الاكسسوارات فضي. عملنا هنا كده بانيو زي ما انتم شايفين نص دايره، ونفس الكلام عملنا الرفين هنا وكل الشغل اتشطب بتاع السباك. عشان كده احنا مقفلين الحمامات دايما باستمرار عشان محدش يستخدم الحمامات طالما اتشطبت. اخر غرفه هنا عندنا غرفه دي غرفه برضو غرفه اولاد، هي موضوع بسيط برضو. حطينا بس هنا سبرس كده وشغالين في الليد بروفايل هنا زي ما الرجاله شغاله كده. الله ينور يا باسم. عندك هنا برضو في سبوتات جولد، وبرضو الابواب ماشيه بلون الخشبي مع الامبراطور اللايت. فكل التفاصيل دي طبعا عامله شكل حلو قوي في المكان. وفي نفس الوقت كمان الحمد لله قدرنا ان احنا نوفق ما بين الاختيارات بتاعتنا. عايز اقول لكم كمان ان لسه في دور ثالث ان شاء الله، استنوا في البارت 3. وعندك كمان في بارت، ده بارت 2 في بارت 1 في الاول، فاستنوا البارت 3 ان شاء الله في الفيديوهات الجايه عشان تستمتعوا اكتر واكتر. سلام.